السلام عليكم الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير في اتم الصحه والعافيه. مرحبا بكم معايا في القناه اللي هي قناتي وقناتكم. تنقول لكم مرحبا والف مرحبا، نورتوني وشرفتوني. مرحبا بكم اخواتاتي كاملات فين ما كنتوا، في اي بلاصه اي مكان، مرحبا والف مرحبا. راكم نور على القناه ديالي، وتنشكركم اخواتاتي كاملات على التشجيعات ديالكم وعلى التعاليق الزوينه اللي كتخليو ليا. اليوم البنات جبت لكم واحد الماسك خطير بزاف لتبييض البشره. تحيدي الماسك ديك الساعه اختي غادي تبان لك النتيجه. هاد الماسك اخواتاتي راه تيحيد الكلف ولا طراس تاع الحبوب، والبنات اللي عندهم لا طراس تاع الشمس والبنات اللي تشد فيهم الشمس بالزربه، بهاد الماسك اختي غادي تهني من هاد المشكل. غادي تبقاي ديريه يوميا، راه ماسك ساهل ماهل ومكونات ديالو بسيطه ومتوفره في اي بيت، وغادي يعطيك كميه كبيره. وهذا الماسك راه احسن من الماسكات اللي تيتباعوا على برا، رخيص ولكن النتيجه ديالو روعه يا البنات. غادي يبيضك ويصفي وينقي لك البشره ديالك فين ما خرجتي اختي وحرقات لك الشمس البشره ديالك. غير دخلي للدرك ديريكت اختي، سيري ديري ليا هذا الماسك وديك الساعه ردي عليا الخبار. وبلا ما تخليوني اخواتاتي نقسم لكم، راه ماسك واعر وخطير في التبييض. تنتمنى اخواتاتي ديروه وترحموني عليه. والمكونات ديالو راه كلهم طبيعيين وكلهم الحمد لله موجودين في الدار. غير هي اخواتاتي ما تنساونيش من واحد اللايك في هذا الفيديو، وتنتمنى منكم تكثروا اللايكات باش يطلع لا فيديو ويشوفوه بزاف تاع الناس وتعم الفائده، وكذلك البارطاج تاع هذا الفيديو. وبلا ما نطول عليكم غادي ندوزو نتعرفوا على المكونات والطريقه تاع هذا الماسك. بسم الله وعلى بركه الله. بالنسبه للمكونات، مكونات سهله ماهله وكلهم اخواتاتي موجودين عندنا في الدار. والمكون الاساسي والرئيسي في هذه الوصفه هو الحمص البنات. الحمص اللي كنشدوه وكنرقدوه في الماء. الحمص باش نديروا الحريره غادي ناخذ اخواتاتي شي 3 المعالق كبار ولا القياس اللي بغيتو نتوما. المهم اخواتاتي انا درت 3 المعالق كبار ودرت عليهم الماء ودرتهم في واحد القرعه وخليتهم ليله كامله. وعندنا المكون الثاني هو الخيار، وكيف ما تتعرفوا راه الخيار خطير في التبييض، وكذلك تيزيل لنا الحروق تاع الشمس. والا كانت اختي شاده فيك لاطراس تاع الشمس، وراكم عارفين البنات اللي تيديروا الفولار او اللي تيديروا دوك النضاضر تيكون دائما واحد لاطراس تيبقى ليهم في الوجه ديالهم. المهم كاع لاطراس اللي عندك اختي غادي يحيد لك ان شاء الله بهذا الماسك. وهذا الماسك اخواتاتي راه تقدروا ديروه للجسم ديالكم كامل وكذلك حتى المناطق الحساسه. غادي ناخذوا اخواتاتي نص خياره كيف ما تشوفوا معايا، وغادي نقيها كامله مزيان يعني غنحيد لها القشره ديالها كما تشوفوا معايا في لا فيديو. ضروري البنات تحيدوا هذه القشره. غير هاد جوج تاع المكونات البنات راهم خطيرين في التبييض. عرفتوا يا البنات راه تيردوا البشره صافيه لامعه. وغادي ناخذوا اخواتاتي الخلاط الكهربائي، يعني الكاس تاع الخلاط الكهربائي، وغادي نبدا نقطع فيه هاد الخيار طريفات صغار كما تشوفوا معايا. المهم اخواتاتي انا درت نص خياره و3 المعالق تاع الحمص رطبتهم في الماء. ها نتوما يا البنات ولا بغيتوا تضاعفوا الكميه ضاعفوها. المهم هاد الكميه راه تدي ليا اسبوع. ودابا غادي نضيفوا على هاد الخيار الماء تاع الحمص، وكذلك الحمص شوفوا البنات راه الماء راه فيه كاع الفوائد تاع الحمص. وغادي نديهم ونطحنهم مزيان. وكما تتعرفوا اخواتاتي راه الحمص راه مبيض خطير، وغادي نبقى نطحن فيهم مزيان حتى يوليو ليا على شكل عصير. وهذا الماسك تنصح به البنات اللي مشاو لابيسين، وكذلك البنات اللي مشاو للبحر وشدات فيهم الشمس بزاف. مع هذا الماسك ان شاء الله غادي تهني من هذا المشكل هذا. عرفتي اختي الا درتي هذا الماسك راه غادي يصفي لك البشره ديالك وغادي ينقيها لك، وكذلك سيعطينا واحد الكميه كبيره. راه الا درتي اختي راه ديك الساعه ان شاء الله غادي يحيد لك لاطراس تاع الشمس. ودابا بعد ما طحنتو اخواتاتي غادي نصفيوه. ضروري البنات ضروري ما تصفيوه. غادي نبقاو بحال هذا الشكل هذا حتى تنصفيوه مزيان باش نستخلصوا غير داك الحليب تاع الحمص مع الخيار. وحنا محتاجين غير الحليب فقط، يعني الحليب تاع الحمص مع الخيار راهم خطيرين في التبييض. غادي نبقاو ان شاء الله نخلطوا به لي ماسك ديالنا. وراكم عارفين البنات هاد جوج تاع المكونين
راهم غزالين في التبييض وكذلك زوينين حتى في التجاعيد. تيحيدوا كذلك الكلف وكذلك تيصفيو وتيحيد وتيوحدوا لينا اللون تاع البشره. وانا دائما البنات تنصحكم باش تهلاو في البشره ديالكم وتنصحكم باش تهلاو في الوجه ديالكم. راه الا ما تهليتوش في راسكم راه ما كاينش اللي غادي يتهلا فيكم. ودائما البنات بقاو ديروا الوصفات الطبيعيه، راه مستحيل انها تضركم. راه الا ما نفعتكم ما غاديش تضركم نهائيا البنات، بالعكس راه تتغذي لكم البشره ديالكم وكذلك تتعطيها واحد المفعول. هي تنبغي دائما المداومه يا البنات على الوصفات، راه من غير المداومه راه ما كايناش النتيجه. راه ماشي اختي ديري الوصفه غير نهار واحد وتعكزي، لا اختي، نبغي كل نهار اختي ديري ليا الوصفه لوجهك، كل نهار نوضي ديري ليا هذا الماسك راه زوين وغزال وتيعطي نتيجه واعره اختي. فين ما دخلتي من المدرسه او لا كنتي خدامه ودخلتي للدار او لا مشيتي تقداي ودخلتي للدار، ديك الساعه اختي غير حيدي حويجاتك ودخلي ديريكت مول الكوزينه، قدي ليا الماسك وديريه على الوجه ديالك وسيري ترتاحي. وهذا الماسك اختي راه غادي يغذي لك البشره ديالك وكذلك غادي ينقيها لك. تنصحك اختي باش ديريه، راه ماسك خطير خطير في التبييض. ودابا بعد ما استخلصنا غير الحليب، المهم البنات تقدروا هذا الحليب ديروه غير في هذوك المكعبات تاع الثلج وديروه في المجمد. وهذا الشيء اختي ما تلوحوش، خليوه غير ينشف واحد شويه وبقاو ديروا به الكوماج للبشره ديالكم، راه غزال غزال غزال، يعني حتى حاجه ما كتضيع. ودابا غناخذ واحد القرعه اللي تنكون غسلاها ومعقمها مزيان مزيان، غادي ندير فيها هذا الحليب تاع الحمص مع الخيار وغادي نديرهم غير في الباب تاع الثلاجه، راه غادي يدير ليا واحد المده تاع اسبوع. المهم البنات الا بغيتو ديروه في المكعبات تاع الثلج ديروه واحتفظوا به في المجمد، الا ما بغيتوش ديروه غير في هذه القرعه وديروه في الثلاجه. ودابا غادي ناخذ منه غير الكميه اللي غادي ندير على الوجه ديالي. شوفوا يا البنات غير ديروا هذا الماسك وتفكروني، ولكن فاش ديريها اختي ويعطيك واحد النتيجه ادعي معايا بشي دعوه تاع الخير. كيف ما شفتوا معايا اخواتاتي انا درت غير القياس اللي غادي ندير على الوجه ديالي. ودابا غادي نضيفوا ليه المايزينا اولا نشا الذره. وكما تتعرفوا اخواتاتي النشا راه تتبيض البشره، غادي نضيف منها معلقه صغيره. المهم البنات انا جيت ناخذ معلقه صغيره كفحت كل شيء ماشي مشكله البنات غادي نمسحها. المهم هي انني ما نفرطش في البشره ديالي، غادي ندير الماسك غادي نديرو. المهم غادي نبقى نخلط مزيان مزيان هاد المايزينا مع هاد الحليب تاع الخيار والحمص. المهم البنات ماشي ديروا توصلوا ديروا المكونات كاملين، لا يا البنات بقاو ديروا مكون مكون باش يعطوكم النتيجه. ودابا غادي نضيف عليهم دقيق الارز، دقيق الارز اللي تنكونوا طاحنينه. الارز الابيض البنات غير داك العادي الرخيص غتشدوه وطحنوه ديروه في شي قرعه وتخليوه عندكم في الدار، راه غزال البنات البشره تيبيض. ودابا غادي نضيفوا على هاد المايزينا مع الحليب تاع الخيار مع الحمص وغادي نخلط هاد المكونات مزيان مزيان. المهم البنات راه تقدروا تضيفوا حتى الحليب المجفف حتى هو راه زوين، حتى هو راه مبيض خطير. المهم انا درت غير المايزينا ودرت الدقيق تاع الارز مع هاد الحليب تاع الخيار والحمص وغادي نبقى نخلط مزيان مزيان. عرفتوا اخواتاتي هذا الماسك راه تيحيد حتى الاطراس تاع الحبوب وكذلك الحبوب والكلف. البنات اللي عندهم الكلف يداوموا عليه، راه ان شاء الله غادي يصفي لهم البشره ديالهم وغادي ينقيها لهم. راه اي مشكله اختي عندك في البشره ديالك مع هذا الماسك ان شاء الله غادي تهني منه. عرفتوا البنات راه زوين حتى في التجاعيد. شوفوا البنات راه كاينين شي بنات تيكونوا غير صغارات وعندهم تجاعيد في الوجه ديالهم. ديروا خواتاتي معايا هذا الماسك ولكن تنبغي تداوموه. وغادي نزيدوا دابا دقيق الفورس. ايها البنات الدقيق تاع الفورس، الدقيق تاع الفورس راه مبيض خطير البنات. الدقيق تاع الحلويات اولا دقيق الفورس اولا الدقيق الابيض كل واحد الشيء يسميه. المهم انا ضفت منه معلقه صغيره. شوفوا يا البنات دائما بقاو تدخلوا الدقيق تاع الفورس في الوصفات اللي تنديروا للوجه، راه زوين راه خطير خطير في التبييض البنات. غادي نبقى هكا كما تشوفوا معايا، غادي نبقى نحرك مزيان مزيان ونخلط فيهم حتى كيندمجوا لي هاد المكونات مزيان مزيان البنات وتيوليو لي على شكل كريم. شوفوا البنات القوام ديالو كيفاش تيولي، راه ماسك خطير خطير، راه احسن من دوك الماسكات اللي غتشريوهم من على برا، يعني غتشريوهم بشي ثمن خيالي. اما هاد الماسك راه رخيص والمكونات ديالو ساهلين ماهلين وكلهم توفرين عندنا في الدار. ودابا اخواتاتي انا غنطبقوا على يديا
وانتم طبقوه على البشره ديالكم. المهم ضروري يكون الوجه ديالكم مغسول مزيان مزيان، ما يكون فيه لا مكياج لا فوندوتاه لا حتى شي حاجه، وغادي تبداو تطبقوا فيه على البشره ديالكم كامله. وتقدروا ديروه حتى ليديكم، العنق ديالكم، رجليكم، يعني الجسم ديالكم كامل. وهذا الماسك راه النتيجه تتبان من اول استعمال البنات. غير ديروه وجربوه وردوا عليا الخبر. غير ما تنساونيش البنات فاش ديروه دعيو معايا. وكما شفتوا راه الوصفه ساهله ماله، والمكونات ديالها راه كلها متوفره عندنا في الدار. غير هي حيدوا العكز البنات، راه العكز هو العدو تاع الانسان. المهم البنات فاش غديروا هذا الماسك طبقوه على الوجه ديالكم وكذلك العنق ديالكم ويديكم. المهم اي مكان بغيتوا تحيدوا منه لاطخاص او لا بغيتوا تبيضوه ديروا ليه هذا الماسك وخليوه لمده 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه. ومن بعد اخواتاتي سيروا غسلوا الوجه ديالكم غير بالماء البارد. ضروري البنات الماء البارد باش يتسدوا دوك المسامات. عرفتي اختي راهي الا درتي ليا هذا الماسك وغسلتي ليا الوجه ديالك، عرفتي راه غادي يعطيك واحد النتيجه اش غادي نقول لك، واعره 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 بزاف بزاف. ومحال اختي الا داومتي ليا على هذا الماسك، عرفتي راه الا داومتي عليه غادي تنبهري اختي من النتيجه ديالو. راه غادي تولي ليا بحال شي بيضه مقشره. غير هي اللي تنصحك بها اختي، الا درتيه رجعي وكتبي ليا النتيجه اللي خرجت لك في هذا الفيديو. ودابا بسلامه عليكم، الفيديو جديد ووصفه جديده.